السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبداية جديدة ويلا بينا. الكلمة دي بتخليك كده اللي هو تتعامل مع اليوم كأنه واحدة واحدة، صح؟ تتعامل معاه كأنه واحدة واحدة، ملوش دعوة باللي حصل امبارح ولا ليه دعوة باللي حصل ولا ليه دعوة باللي هيحصل بكرة. فبصراحة بتعجبني يعني اللي هو يوم جديد يبقى بداية جديدة. خلاص اللي حصل امبارح حصل واللي يحصل بكرة يحصل، احنا في النهاردة فنركز في النهاردة، والله المستعان. لسه قارئ مقولة كده امبارح عند واحد من حبايبنا في الاستوديو بتاعته، لدرجة ان هي عجبتني فشعرتها. يعني بتقول لك ايه بقى؟ غنائم المرء تجاربه ولو اورثته احزانا وهزائم. المقولة دي بصراحة وقعت في قلبي قوي. يعني غنائم المرء تجاربه ولو اورثته احزانا وهزائم. فطبيعة الحال كله بيخاف يجرب اصلا، كله بيخاف من الفشل. يمكن السبب الاكبر في ان احنا بنخاف نجرب ان احنا بنخاف من الفشل. طبيعي الانسان يخاف من الفشل اصلا، طبيعي الانسان يخاف لما يقف مع نفسه كده، يا دني انا فشلت وانا خفت اجرب اصلا بسبب ان انا خايف افشل. فده طبيعي. ولكن يعني الفشل شيء لابد منه، والفشل شيء حتمي اصلا. البيج زيرو هيحصل بشكل من الاشكال في يوم من الايام، فده وارد جدا. فلا عادي، جرب وما تخافش من التجربة. وايه المشكلة لما تجرب ونفشل مرة واثنين وعشرة؟ فانا عايش حياتي بجرب الفترة دي بصراحة يعني وبفشل في حاجات كتير، يعني عادي جدا وعادي. ويعني واللي هو ايه اللي هو يعني بالنسبة لي عادي خالص ان انا افشل مرة واثنين. ده بالنسبة لي مش مشكلة. ويعني ايه، مش عارف اقول اللفظ الصراحة، اللي هو يعني انا اللي هو بالنسبة لي متفاهم مع نفسي، يعني عادي جدا ان انا افشل. واللي هو بالنسبه لنفسي ان انا لما اخسر مره واثنين وثلاثه وانا لسه صغير، ما عنديش مشكله ان انا بجرب دلوقتي، ما عنديش مشكله ان انا بخسر دلوقتي، وما عنديش مشكله ان انا بفشل دلوقتي. يعني عادي جدا، انا ما فشلتش دلوقتي هفشل امتى؟ بس فدي الفكره يعني. فعادي جدا لما تجرب، وعادي جدا لما تفشل حتى في التجربه بتاعتك من دلوقتي. فهل ده بيكون ليه اسباب؟ اكيد بيكون ليه اسباب، وهنتعرف عليها ان شاء الله في خلال الفيديو ده. فيلا بينا نبدأ يومنا ونشوف اليوم هيمشي معنا ازاي. ولذلك العرب مرة أخرى تقول الخوف قبل التجربة عجز. أنت ليش خايف؟ طب أنت ما جربت، طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات، طيب أقدم. أخاف تقولوا عني أحمق. طيب كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد أن تقبل ضعف الأداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان. ولذلك لكل منا يوم أول في السواقة، يتذكر ويضحك، بس في ذيك اللحظة هي مسألة حياة وموت. المهم يا صديقي، لو جينا كده نحكي شوية في حوار اللي هو ليه ممكن نفشل في تحقيق الأهداف بتاعتنا أصلا. ممكن يكون بسبب إيه؟ المثالية. يعني أنت بتبقى عاوز تعمل حاجة بشكل كامل اللي هو ما فيهاش غلطة، ودي ما بتحصلش، ودي قلما بتحصل. يعني كنت بعاني فترة من الفترات بصراحة من الموضوع ده، ولكن يعني بشكل ما سبحان الله قدرت ان انا اتخلص منه بصراحة واحدة واحدة. يعني بقيت اللي هو عادي جدا اللي هو ادخل الهدف مثلا اللي هو مش شرط ان انا مثلا احققه كله، اللي هو او يعني مش شرط ان انا احققه كله بافضل شكل ممكن. انا ممكن احققه كله، ولكن في بعض القصور عادي جدا انا اللي هو ببقى موافق على هذه القصور شوية، او الدنيا بالنسبة لي ما بتبقاش اللي هو ليه كده ومش خالص بصراحة. اللي هو عادي جدا افشل في تحقيق الهدف بشكل مثالي بشكل كامل 100%. فحتة ان انت بقى المثالية ديت بصراحة ما هي الا فكرة علي محمد علي بيقول لك عليها، ما هي الا فكرة شيطانية. حتة ان انت تكون مثالي في تحقيق الاهداف بتاعتك ما هي الا فكرة شيطانية. الشيطان عاوزك اللي هو يتحقق الحاجة بشكل اللي هو ما فيهوش غلطة، يا ما تحققش خالص، وده ما بيحصلش. وكنت قرأت قبل كده في كتاب خواطر فتى لم يرحل للبشمهندس أحمد شكير رحمة الله عليه. مش أحمد شكير بتاع السعودية، لا، ده أحمد شكير ده كان طالب في هندسة وتوفاه الله يعني رحمة الله يعني. فكان بيقول لك إن نصف حلم عظيم هو حلم عظيم لنصف رجل. مثال، الحلم العظيم بتاعك مثلا أو الهدف الكبير أو اللي انت حاطه لنفسك، لو ما حققتش غير نصه، فنص الهدف اللي انت حققته ده
بالنسبه لحد تاني ده حاجه جامده جدا، حاجه كبيره جدا. فاهم الفكره؟ فما تخليكش اللي هو ايه، ما تخليش حته المثاليه ديت تطغى عليك في حته ايه تحقيق الاهداف بتاعتك. خليك ايه، خليك عادي جدا اللي هو يعني خلي عندك مرونه كده في الاهداف بتاعتك يعني. حطيت هدف لنفسك ما قدرتش تحققه كله، حققت 3/4 الهدف، يا باشا عاش والله. يعني مثلا اللي هو عاوز تنزل الجيم في الاسبوع بتاع 3 ايام او 4 ايام، ما نزلتش غير يومين زي الفل. يعني مثلا حاطط لنفسك اللي هو تقرا كتاب في خلال شهر، قرات 3/4 الكتاب، يا عم عاش والله. في غيرك ما قراش صفحه في الشهر، في غيرك ما قراش ربع كتاب في الشهر. فاهم الفكره؟ فبجد اللي هو لا، ما تخليكش مثالي في تحقيق الاهداف بتاعتك، ما تخليكش مثالي في وضع الاهداف بتاعتك. فدي احد الاسباب اللي ممكن تخليك تفشل في تحقيق الهدف بتاعك. النقطه الثانيه ممكن تكون اللي هي ايه، الهدف بتاعك ما يكونش واقعي اصلا. يعني مثلا واحد ما بيذاكرش خالص طول الترم، مثلا ساعتين على بعض، يجي في ايام الامتحانات يحط لنفسه تارجت مذاكره 24 ساعه، ولا يا عم خلينا نتكلم بشكل واقعي برضه، يحط لنفسه تارجت مثلا 10 ساعات، ويزعل قوي لما يجي في اخر اليوم ويلاقيه ما ذاكرش غير 4 ساعات بس. فالموضوع مش منطقي اصلا، فانت هدفك مش منطق في الوقت ده. فانت لازم تبقى ايه، واقعي في تحقيق في وضع الاهداف بتاعتك اصلا. حط ان انت يبقى عندك هدف اصلا، دي ليها شويه مقاييس، منها يكون ان هو ايه يمكن قياسه، يمكن تحديده. مثلا يعني انت مثلا الهدف بتاعك مثلا في الشهر ده مثلا ان انت تحفظ سوره يا عم وليكن سوره مريم مثلا، سورة مريم مثلا، قول يا عمي وليكن مثلا 4 مثلا 5/4 مثلا. فانت كل يوم مثلا تحفظ صفحة، فانت ان شاء الله على نهاية الشهر فعلا يبقى انت خلاص حفظت السورة كلها. فاهم؟ فده من احد الاهداف يعني. وانت بتحط الهدف بتاعك لازم يبقى ايه، تقدر تقيس، يعني تقدر تقيس الهدف بتاعك وتقدر تقيمه من وقت للتاني. يعني تيجي بعد فترة انا حققت قد ايه من الهدف بتاعك. لكن ما ينفعش ان انت ايه تسيبها عايمه كده. ما ينفعش وانت بتحط الهدف بتاعك مثلا هتحط خطه الشهر، انا عايز احط خطه الشهر ده مثلا ان انا احفظ 3 سور من القران، مثلا الكهف ومريم وطه، وانت وقتك ما بيسمحش اصلا ان انت تقرا مثلا نص صفحه في اليوم ولا صفحه في اليوم. فمش منطقيه. اشتركت في الجيم الشهر ده وما نزلتش غير حوالي بتاع 4-5 جلسات حصص بس، بسبب الكليه. بصراحه الكليه مخليه الواحد مش بيعرف يتحرك خالص. ولكن النهارده ان شاء الله نلحق نروح الجيم ونتمرن ان شاء الله. بص يا صديقي، نقطة أخيرة ممكن تعطلك كده عن تحقيق الأهداف بتاعتك. يعني ممكن تكون عامل كل حاجة وواخد بكل الأسباب وطاحن نفسك وعامل كل اللي ما يتعملش فعشان تحقق الهدف بتاعك، بس نقطة انت مش واخد بالك منها هي اللي ممكن تكون مضيعة عليك كل السعي اللي انت عمال تسعى ده، ألا وهي حتة الذنوب. الإمام ابن القيم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فأنت كونك بترتكب الذنوب فدي ممكن تكون هو السبب اللي مخليك مش محقق هدفك، مش واصل للي انت عايزه، عمال تجري يمين وشمال وعطلان مش ماشي. ده بسبب ايه؟ ممكن يكون بسبب الذنوب يعني. فحاول تقلل الذنوب على قد ما تقدر، حاول ترجع لربنا وتصحح العلاقة معاه على قد ما تقدر، لأن هو ده السبيل الوحيد للنجاة هنا وهناك، يعني في الدنيا والآخرة. فعلى قد ما تقدر ارجع وتوب كده وصلح العلاقة بينك وبينه عز وجل. مهما كان الواحد فينا ملتزم أو مهما كان بيدعي الالتزام، فبيجيله كده فترات بيقع فيها، بتجيله فترات كده بيضعف فيها، بتجيله فترات بتكون العلاقة مش أحسن حاجة، بتكون الدنيا مش مظبوطة، بيكون مفرط في الصلاة، بيكون عادي جدا بيرتكب بعض المحرمات. فده وارد على كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فأنت أصلا مخلوق علشان كده، مخلوق عشان تقع وتقوم، مخلوق عشان تبعد وتقرب، مخلوق عشان تتوه وترجع. فاهم الفكرة؟ فمهما كنت بعيد يعني ما تستبعدش على ربنا انه يهديك، ما تستبعدش على ربنا انه يقرب لك الطريق. بس ده كل اللي في الامر يعني. فخلص القول يعني علشان ان شاء الله ما تفشلش تاني في تحقيق الاهداف بتاعتك، ان انت سيبك من المثاليه ووهم الكمال. ده حاجه ما بتحصلش يعني. مفيش حد بيحقق اي حاجه بشكل مثالي.
تاني حاجة خليك واقعي وانت بتحط اي هدف لنفسك، اعرف اصلا ايه هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك واشتغل في الحدود دي. تالت نقطة، قلل الذنوب على قد ما تقدر. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله يعني ان شاء الله نشوفك في فيديوهات تانية جاية ان كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.